غير جاهز معتصم، نفس السؤال أعيده لك كابتن رجائي. هذه المباراة شهدت 6 أهداف، يعني عندما نتحدث عن هذا الرقم الكبير بين فريقين كبيرين، هل هي قوة تكتيكية لدى الفريقين أم هو ضعف دفاعي؟ المباراة تعتبر بمثابة نهائي مبكر لبطولة كأس العالم رغم أنها في الجولة الأولى من دور المجموعات. الحقيقة الفرق الكبيرة ما بتهتمش كتير قوي بالدفاع إلا إذا كان قدامها يعني أدوار إقصائية. في الأدوار الأولى من البطولة الكل يلعب من أجل الفوز، من أجل تسجيل الأهداف. شفنا قمة على أعلى مستوى فني تكتيكيا وبدنيا وعلى قمة وعلى مستوى التهديف. شفنا 6 أهداف من أجمل الأهداف يمكن في البطولة. الحقيقة النتيجة بالنسبة لي لم تكن متوقعة بهذا الشكل، توقعت أن تنتهي المباراة 1-0 2-1 يعني تكون نتيجة قريبة، لكن 4-2 كانت نتيجة كبيرة. المنتخب الإنجليزي أبدع في لقاء الأمس، وواصل النجم الإنجليزي هاري كين تسجيل الأهداف كما حدث مع ثلاثائه من الهدافين على مستوى أوروبا زي إيرلينغ هالاند، زي ليونيل ميسي، زي كيليان امبابي. الكبار وصلوا لعملية التهديف، نتيجة طبيعية لتطور الكرة الأخيرة في الفترة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي مع المدرب توخيل أحدث نقلة نوعية تعرض لانتقادات رهيبة قبل انطلاق البطولة بسبب استبعاد أرلون، باستبعاد فيل فودن، أسماء كبيرة، واحد في ريال مدريد والثاني في مانشستر سيتي، ناديين كبيرين. لكن المدرب تماسك وأشرك اللاعبين الذين ينفذوا له أفكاره، وكانت النتيجة ظهور المنتخب الإنجليزي بصورة تدعو إلى التفاؤل بالنسبة لأنصار المنتخب الإنجليزي أن القادم أفضل لهم، وأن المنتخب الإنجليزي قادر وبقوة على المنافسة على بطولة كأس العالم، وليس الوصول إلى الأدوار الإقصائية كما حدث في البطولات الماضية، بل البحث عن مكان في المباراة النهائية على ملعب ميت لايف، والبحث عن لقب ثاني للمنتخب الإنجليزي بعد اللقب الأولاني الذي أحرزه في عام 66. نعم كابتن رجائي، يعني ليفاكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي تصدى ل7 كرات حاسمة ومع ذلك تلقى 4 أهداف، يعني هل هي دلالة على ضعف خط الدفاع الكرواتي، ضعف المنظومة الدفاعية؟ لا، دلالة على قوة هجوم المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي بيضم 3 مهاجمين على أعلى مستوى. هاري كين في المقدمة، تيجي موجود عندك جود بلينجهام، واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق في الفترة الأخيرة. صحيح مستواه بيختلف من مباراة إلى أخرى لكنه مهاجم جيد. جوردن بيلعب في الناحية اليسار، لاعب مميز جدا ويقدر يعطيك فارق. الاثنين اللي في نص الملعب سواء كان أندرسون أو ديكلان رايس، كرات باستمرار لتمويل الخط الأمامي. حتى المدافعين سواء كان الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر قوة هجومية. جيم رايس الواحد يمكن ديكلان رايس لا رايس ديكلان رايس نعم. ريس جيمس المدافع الأيمن كان واحد مميز جدا. أوريلي نجم مانشستر سيتي. نعم. كل ترسانة منتخب الإنجليزي قدمت بصورة هجومية صنعت الفارق للمنتخب في المباراة. ليس هذا ضعفا من دفاع منتخب كرواتيا بقدر ما هو قوة هجومية رسميا كمرشح للمنافسة على اللقب. هل نشاهد يعني استمرارية لهذا الأداء أم كما هي عادة الإنجليز يخفقون في الأدوار المتقدمة؟ لو شفت تشكيلة المنتخب الإنجليزي في المباراة، شوف مين كان جالس على دكة البدلاء. جالس على دكة البدلاء ساكا، جالس إيزي نجم الأرسنال، العديد من الأسماء المتميزة جدا اللي تقدر تلعب وتصنع فارق بسهولة. ده دليل على أن توخيل لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي يقدروا يصنعوا الفارق في المباريات ويقدر يعتمد عليهم بصورة أساسية في عملية البحث عن لقب ثاني للإنجليز. لو تابعنا المباراة بالأمس وتقعد تفكر تشوف الفرق بين مدرب موجود على الدكة ومدرب آخر، والفرق حتى في التنفيذ. شفت مدرب كرواتيا بعد 57 دقيقة سحب القائد التاريخي المنتخب كرواتيا لوكا مودريتش بحثا عن دم جديد في الملعب يقدر يصنع له فارق. لكن الحقيقة حتى التغييرات اللي فعلها لم تؤتي بالصورة المطلوبة، لأن منتخب إنجلترا كان في أعلى درجات الجاهزية الفنية وأعلى درجات التوفيق في المباراة. صحيح حارس كرواتيا له 7 تصديات وهو رقم جيد جدا بالنسبة لحارس المرمى، لكن في نفس الوقت مهاجمو منتخب إنجلترا أضاعوا العديد من الفرص السهلة اللي كان ممكن المباراة تخرج بنتيجة أكثر من 4 أهداف. كنا ممكن نشاهد نتيجة كبيرة 6-7، وده طبيعي. مش عاوز أقول تطور الكرة الإنجليزية أو قلة أو انخفاض مستوى الكرة الكرواتية، على قد ما أقدر أقول تجهيز المدرب للاعبين واختيار العناصر الأفضل.
يعني كان بالنسبة لي مفاجأة مديوكي نعم. يبدأ المباراة على حساب ساكا واحد من أفضل اللاعبين، لكن في النهاية هي خيارات المدرب. لما المدرب يختار علينا أن ننتظر ماذا تكون نتيجة هذه يعني الاختيارات. هذا صداع محبب عند الكثير من المدربين، وجود أكثر من نجم في المراكز المتعددة. طيب كابتن، ننتقل إلى مباراة المنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي تعادل مع الكونغو، ربما من أكبر مفاجآت البطولة. الكونغو الغائبة طويلا عن مباريات المونديال. برأيك ما الذي حدث للمنتخب البرتغالي وجعله عاجزا عن حسم الفوز في هذا اللقاء؟ تدخلات المدرب، يعني مارتينيز مدرب البرتغال لم يتدخل بصورة جيدة في المباراة. لك أن تتخيل واحد من اللاعبين صغار السن ومن الهدافين جواو فيليكس جلس على دكة البدلاء حتى نهاية المباراة، لم يشارك. صحيح فيليكس لا يلعب بإحدى الدوريات الأوروبية، يلعب مع النصر السعودي، وكلنا عارفين أن الدوري السعودي في الفترة الأخيرة مستواه متطور ومتميز جدا، وطبيعي كنا نشوف فيليكس مش علشان وهو حقق أرقام مميزة مع النصر، ولاعب مميز جدا يقدر يصنع الفارق. استمرار مع احترامي الشديد لكريستيانو رونالدو، استمراره حتى نهاية المباراة أضر بالمنتخب البرتغالي. لا يختلف اثنان من متابعي وعشاق كرة القدم أن كريستيانو رونالدو أسطورة في كرة القدم، لكن للسن أحكام، للعمر أحكام. خلاص كريستيانو رونالدو 41 عام مش قادر يأدي بنفس الصورة. أنا ما شفتش لا جامب من كريستيانو رونالدو زي ما كان بيعمله مع ريال مدريد، ما شفتش حتى تحركات، حتى الفرصة الوحيدة اللي أتت له سنتكلم عن رونالدو مطولا، لكن برأيك ما هي الأخطاء التي وقع بها مدرب المنتخب البرتغالي تكتيكيا في إدارة المباراة؟ زي ما قلت لحضرتك، عدم الدفع بجواو فيليكس بأي صورة من الصور في المباراة، عدم الاعتماد حتى على الكرات العرضية اللي يقدر من خلالها. يعني مثلا دالوت واحد من أفضل اللاعبين بيلعب في مانشستر يونايتد، كان موجود على دكة البدلاء ومشارك، هو ظهير أيمن عصري متميز له العديد من الكرات العرضية. الحالة اللي كان فيها منديش ظهير باريس سان جيرمان والعصبية اللي كان موجود فيها ما أداش بالصورة المتميزة اللي يقدر من خلالها منتخب البرتغال يصنع فارق. أشياء كتيرة أثرت على أداء المنتخب البرتغالي في المباراة. قد تكون هناك ثقة زائدة أن منتخب الكونغو الديمقراطية ليس بالمنتخب القوي، لكن في نفس الوقت شفنا يوان ويسا نجم نيوكاسل الإنجليزي الجول جابه إزاي اخترق من بين المدافعين وضربة رأس رائعة. ده درس للمنتخب البرتغالي قبل فوات الأوان بالنسبة للبطولة، لأن القادم صعب وصعب جدا. نعم معتصم يونس، ما الذي يحصل رونالدو بهذه الأرقام ب 25 لمسة للكرة طوال مجريات اللقاء، بصفر إصابة للشباك رغم التسديدات العديدة؟ من ظلم نفسه أكثر، مارتينيز أم رونالدو أم ظلم المنتخب البرتغالي؟ أبدأ من الآخر. المنتخب البرتغالي ظلم باستمرار رونالدو لمدة 90 دقيقة في المباراة. الحقيقة للعمر أحكام. رونالدو لم يعد رونالدو الذي كان يلعب في السابق، رونالدو لم يعد لديه نفس المرونة التي كان يؤدي بها، لم يعد لديه نفس الحاسة التهديفية العالية جدا التي كان يؤدي بها ويسجل العديد من الأهداف. التاريخ لا يمكن أن ينكر ما قدمه كريستيانو رونالدو سواء لمنتخب البرتغال الفوز معاه ببطولة أوروبا، لا ينكر أيضا ما قدمه للعديد من الأندية اللي يلعب معها حتى آخر نادي متواجد فيه حاليا وهو النصر السعودي. لكن منافسات كأس العالم تحتاج إلى نوعية خاصة من اللاعبين من حيث الأداء، من حيث القوة البدنية، من حيث القوة الذهنية، من حيث إنهاء الهجمات. كريستيانو رونالدو هو أمل كل جماهير البرتغال، لكن بالأمس شفناه هو عالة على منتخب البرتغال وليس لاعب مؤثر في تشكيلة منتخب البرتغال. كان من الأقدر للمدرب مارتينيز سحبه كما فعل نفس الأمر مدرب كرواتيا، سحب القائد التاريخي لي لوكا مودريتش بعد 59 أو 57 دقيقة من بداية المباراة مع بداية الشوط الثاني دون تفكير بحثا عن نتيجة أفضل. صحيح نتيجة ما تحققتش، لكن عليك أن تحاول. ليس حكرا أن يتواجد كريستيانو رونالدو في الملعب لمدة 90 دقيقة. شوف الفارق. أنا عاوز أعمل مقارنة بسيطة أستاذ أحمد بين كريستيانو رونالدو وبين ليونيل ميسي، هي المقارنات المستمرة طوال التاريخ. ميسي لم يتحرك كثيرا في مباراة الجزائر، نعم. ومع ذلك سجل 3 أهداف بطريقة سلسة. أين هذه السلاسة في أداء رونالدو حتى يصنع الفارق مع منتخب البرتغال؟ إذا أراد مارتينيز أن يحافظ على حظوظه في فعل شيء إيجابي في بطولة كأس العالم، لا مانع أن يمتلك الجراءة ويجلس رونالدو على دكة البدلاء. نعم معتصم، دائما